السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش اتأخرت عليكم شوية. كنت تعبان، كان عندي احتقان في زوري وكده. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم على النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي فيه أحداث كتيرة جدا. طبعا طبعا اللي بيعمله الكابتن مصطفى يونس مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا انا اعرف الكابتن مصطفى يونس واخوه الكابتن حماده يونس، لان هو من شبرا. فانا عايز اساله بس الكابتن مصطفى يونس هو كابتن النادي الاهلي، بس هو لو كان شغال في مثلا في قناه الاهلي كان هيطلع يقول كده؟ دي حاجه. طبعا انا ما اتمناش ان يكون في اخصام في الكباتن بتاعه النادي الاهلي يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وطبعا ان شاء الله، طبعا ريبيرو طبعا رجع من تونس واستقر ان شاء الله شكله على التشكيله الاساسيه اللي هيبدا بيها الدوري العام. طبعا يعني هنبدا بالشناوي في الجول، وقدام الشناوي اتنين ياسر ابراهيم واحمد رمضان بكري. وطبعا كباك يمين محمد هاني. في نص الملعب طبعا ديانج محمد بن رمضان، وممكن يلعب تريزيجيه في مكان امام عاشور. وطبعا قدام هيبقى زيزو في اليمين و... واشرف بن شرقي في الشمال، وقدام محمد شريف. دي التشكيله اللي الراجل ممكن يبدا بيها. طبعا الباك الشمال او الظهير الايسر وهو محمد شكري او كريم فؤاد. دي طبعا حاجه. طبعا في ان شاء الله قاعده كده هتحصل بين كابتن محمود الخطيب وبين رئيس مجلس اداره نادي بيراميدز، عشان طبعا الاهلي كان عايز ياخد الشيبي اللي هو الباك اليمين، وطبعا بيراميدز عايز ديانج. فاحنا هل هيحصل كده ولا هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله؟ فطبعا انا بتمنى ان الانديه كلها، طبعا احنا قلنا قبل كده الكوره يا جماعه في مصر الاهلي والزمالك، وطبعا كان الاسماعيلي، بس الاسماعيلي دلوقتي حالته يعني مش زي الاول. طبعا البيراميدز هو يعتبر الثالث، طبعا لانه يمتلك امكانيات ماديه وفنيه، وطبعا حاجات كتير جدا. طبعا الدوري ان شاء الله هيبتدي يوم 8/8. الاهلي هيلعب مع مودرن سبورت يوم 9. فبنتمنى ان شاء الله ان تكون فتحه خير على الدوري الجديد ان شاء الله. وطبعا يا رب كل الانديه تكون دعمت كويس عشان نشوف دوري قوي جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بنشوف الدوري السعودي، بصراحه انا قلت قبل كده ان تركي الشيخ عامل طفره في الكوره السعوديه. طبعا احنا شفنا الهلال في كاس العالم للانديه، كان حاجه مشرفه جدا ومشرفه للعرب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طبعا الكره المصريه كل ما الدوري بتاعها يبقى جامد ان شاء الله ده بيعود على المنتخب. طبعا ان شاء الله السكواد بتاع الاهلي دلوقتي بقى جامد جدا جدا جدا. بقى في كل مكان لاعب واثنين وثلاثه. الباك اليمين في ثلاثه، الباك الشمال
في 3 طبعا، وان شاء الله احمد نبيل كوكا طبعا ان شاء الله جاي له عقد من قاسم باشا التركي، فممكن يمشي احمد كوكا، يعني ممكن يمشي. فطبعا الاقرب ان هو ممكن يمشي هو احمد كوكا، بس يعني المكان ده ممكن هيلعب فيه بقى ايه، زي ما قلنا تريزيجيه بدل امام عاشور، او عوده امام عاشور، وبعدين ديانج هيلعب لحين عوده مروان عطيه، لان مروان عطيه كان بيعمل طبعا عمليه الفتاء، وربنا يقومه بالسلامه. وطبعا امام عاشور الجراحه اللي كانت في كتفه برضه ربنا يقومه بالسلامه. واحنا منتظرين كل الناس دي عشان يكمل الاسكواد بتاع الاهلي، وان شاء الله برضه اخرها هيكون طبعا الصفقه المدويه ان شاء الله، اللي هي اسامه فيصل اللي هيجي من البنك الاهلي، لان طبعا ريبيرو عايز يبقى في اكتر من مهاجم. طبعا هو ممكن يكون على وشك ان هو يخلص يعني. فانا بتمنى للنادي الاهلي ان هو يوصل لاعلى المراتب في الدنيا كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بقول لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، والتعليقات يا ريت لو في حد عنده حاجه في التعليقات يقول لي عليها. وطبعا مساءكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.